ورحمه الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. شكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينه في الفيديو اللي فات، شكرا للدعوات ديالكم، شكرا للناس اللي جات عندي في البريفيو قالت لي احبك في الله. والله الا شي حاجه فرحتوني واحد الفرحه ما تصوروش. انا كنقرا التعاليق ديالكم. شكرا للناس اللي انضمت تخدم معايا، مرحبا والف مرحبا. نتمنى ان شاء الله باذن الله نشد لكم بيديكم وتفرحوا كيف فرحت انا بهذه الخدمه. وشكرا للناس اللي دارت تعاليق سلبيه حتى هي، شكرا جزيلا على البنت اللي كتبت لي في الفيديو السابق قالت لي حيدي عليك داك الغنبور وانتيا واش انتيا راكي بعدا في اوروبا. المهم كتبت بحال هكا حتى انت اختي شكرا لك. مهم اللي كيشوف القناه ديالي اول مره، انا سميتي وفاء. دعمونا باللايك وبالاشتراك، وان شاء الله في هذه القناه تشوفوا كل ما يفيد الام المغتربه المقيمه في اوروبا، خصوصا في ايطاليا. هنا بدينا الروتين بالمقلوب. هذا راه المساء البنات، يعني راني دوازت الغداء ودرت لكم طابق وخليكم مع الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا سباغيتي اي فروتي دي ماري. تبارك الله ما شاء الله جات غزاله رائعه. طريقه باش كنديرها بسيطه وسهله، وان شاء الله باذن الله غادي تستافدوا منها. هنا جيت في هذا الفيديو نهضر لكم على الآلات الكهربائية والأهمية ديالها في الدار. شحال ما كانوا عندك الآلات الكهربائية شحال ما كان عندك الوقت بزيادة، ولكن داك الوقت حبيباتي خصك تستغليه في الصالح ديالك، حيت الا كان عندك الوقت بلا فايدة غادي تقيسي في الاكتئاب. خصوصا حنا الناس ديال اوروبا غتقاسي حبيبه بالاكتئاب، ماشي بحال المغرب تمشي تضربيها بتحميمه وتهاودي مع صحاباتك وديك الشيء، يعني المغرب حاله خاصه. مي حنا هنايا في اوروبا الا مشيتي حتى ولا عندك الفراغ ما عندك ما ديري والو غطيحي في واحد الاكتئاب اللي ما غاديش تقدري عليه بطبيعه الحال. هنا الالات الكهربائيه كنستغلهم انا وكيعجبوني نستثمر فيهم فلوسي اكثر من الذهب واكثر من اي حاجه، لانه هما اللي كيجيبوا لي الوقت والوقت هو اللي كيجيب لي الفلوس، وهكذا. يعني انا بالنسبه لي هنايا كي شفتوا الروتين المسائي خملت كل شيء. الكوزينه ديالي ديما كنصبحها، خصها تصبح يعني في الليل خصني نسيستميها وتكون هكا بوليتا عاد باش كنمشي نرتاح نعس، لان لا غدا كيكون عاوتاني عندي خدمه اخرى. يعني كيف ما شفتوا الروبو هذاك راه رحمه سيدي ربي وغادي نهضر لكم عليه حتى هو ان شاء الله من ماشي في هذا الفيديو. كتخليه كينظف الراس وكيسبيري الراس. وهنا ما تديوش عليا البنات، راني كنت كندير الرقيه الشرعيه المعوذتين باش كنبدا الزوم ديالي. هنا ديال الخدمه ديالي فاش كنسالي، يعني كي قلت لكم الروبو كيشطب وانا في عاوت داك الوقيته اللي غادي نجلس كنشطب راني كندير حوايج اخرين وكنخدم خدمتي. مهم بالنسبه للصباح كي قلت لكم الروتين ديال اللي جي درناه بالمقلوب. ضربت لكم دوره خفافيه. الا كان كيعجبكم مثلا بحال هاد الشكل ديال الخرجات ان شاء الله نبقى نشارك معكم. قولوا لي في التعاليق شكون اللي كتزعم وتشري اللحم من السوبر مارشي ديال الكور، واخا راه فيه تيكات حلال. هنايا فيه تيكات حلال. المهم تقولي لي في التعاليق. انا لحد الان باقي ما قدرتش نهز، يعني الاغلبيه كنشري غير من عند الجزار، مي ما قدرتش نشريها كم سوبر مارشي، ما عرفتش علاش، الله اعلم. قلبي هرب ما عرفت. هنا كنوريكم البنات الثمن ديال المطيشه شحال ولات. 5 الاورو عباد الله الكيلو. لا اله الا الله محمد رسول الله. حسن عوال المسكين. وكي ديما الخرجات ديالي ديما ما كتخلاش من الصور مع وليداتي. والحمد لله والشكر لله على نعمه الامان، نعمه هذا الراحه، النعمه ديال شوفوا البنات، نعمه غير تخرجي هكا مع وليداتك وهذا ويكونوا بصحه وعافيه. هنا ما تشوفوش راه كتشوفوا ولدي غادي بالكيلات تقرط لي. يعني اي نعمه سبحان الله. استمتعوا بالحياه البنات، والله العظيم الى الحياه الى زوينه بالبساطه ديالها. ها نتوما هنايا الكالامار والكروفيت خديت غير 300 غرام من الحاجه. كنشحر بصيله اوكي مع في الزيت البلديه، وكندير مع الثومه وكندير عليها الكالامار. هاد الكالامار هذا الغليظ كيف ما كتشوفوا غادي نخليه يتشحر شويه ونزيد عليه الماء ديال فين غنطيب سباغيتي. خاصو ضروري يطيب قبل من هادو، يعني قبل من الكروفيت دغيا كيطيب. صافي كنخلي مزيان يدخلوا الطياب. كندير عليه شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. وانا دي سوليتو كندير المطيشه. يعني المطيشه جاتني غاليه، راكم شفتوا كيفاش 5 الاورو. يعني انا ما دايرهاش كاع، غنمشي ندير الصلصه اختي اقتصاديه
يعني درت شويه ديال الصلصه غير باش كتعطي داك الكولور هكا، ما نديروش صلصه بزاف. المعدنوس انا كيعجبني يكون بكم كبير هكا في هاد لاصوص لان كيجي خطير غزال. مهم زدت هادوك الشيء اللي كيطيب دغيا وحركت مزيان. وسباغيتي البنات الا بغيتو السر ديال سباغيتي كيفاش كيديروا لها الطاليان، ما كيخليوهاش دوز فيها الطياب، غير كيدوز فيها الطياب صافي ما كتبقاش كتولي شي حاجه اللي الا كليتو سباغيتي عند الطاليان اولا في الريستورات تعرفوني علاش كنهضر. سباغيتي خصها تبقى عايشه يعني الدينتي، الا ما كانتش الدينتي ما كتعطيش داك صافي البنات صافي. راكم فهمتوني. كنخلي الدقيقه التاليه، يعني الدقيقه التاليه البنات خاصها طيب في لاصوص، يعني كنصفيها قبل ما طيب تماما وكنحطها هنايا وكترشرب لي هي داك الماء وداك لاصوص باش كتجي بنينه صافي. وهذا الشيء والطبق ديالي ها هو واجد. هذا كان طبق ديال الغدا، وان شاء الله نشوفوا في روتين اخر. ديروا لي لايك وتعليق، والله يحفظكم والله يسهل عليكم. شكرا جزيلا، نشوفوا ان شاء الله فيديو اخر. بسلامه.